رايك في اداره الزمالك؟ مش عارف اوصفه ربنا يسامحها، والله ربنا يسامح اللعيبه دي مش هتفاضل، حرام عليهم والله. اللعيبه بتلعب من اجل الفلوس مش من اجل حاجه تانية، والله العظيم حرام عليهم. احنا تعبنا، لو لموا 11 لاعب من الجمهور هنلعب احسن منهم، والمصحف الشريف هنلعب احسن منهم. ربنا ينتقم منهم، والله ربنا ينتقم منهم، عندهم دم، والله ربنا ينتقم منهم. رايك في اداء نادي الزمالك النهارده والخروج بطوله افريقيا؟ انا معلق على نقطه صغيره بس. احمد توفيق جاي ياخد فلوسه بس، ما بيحسوش بالجمهور ده كله، الجمهور المحترم مش الجمهور اللي كسر ومش اماريخ. ذنبنا احنا نيجي من بورسعيد ونيجي من الاسماعيليه كل ده ماله؟ الناس دي ذنبها ايه؟ الناس دي كلها جايه من كل حته، من الصعيد ومن كل حته، ذنبها ايه الناس دي؟ والله جاي من الاقصر والله، واهلاوي والله، جاي اشجع الزمالك وحياة ربنا، من الاقصر انا وجاي اشجع الزمالك، والله اصدقائي بيدمعوا جنبي، حرام والله حرام. احنا عايزين نشيل شويه اللعيبه الموظفين عندنا اللي دماغهم كلها في الاحتراف وفي الفلوس وبس، مفيش في دماغهم روح ولا نادي ولا كيان ولا اي حاجه. احمد توفيق بيلعب في الزمالك ازاي؟ احمد توفيق بيلعب ازاي في الزمالك؟ عايزك ترد عليا. عايزين باك يمين مش حازم امام ليه؟ عايزين باك شمال بتاع ناصر ليه؟ ما فتوح مرتضى لازم يمشي، اللعيبه دي كلها تتغير. كابتن مدحت، برحب بيك في مساء الانوار، وبرحب بكل متابعي مشاهدي اون سبورت. خيبه امل كبيره لكل الجماهير المصريه، ليست فقط جماهير نادي الزمالك بعد التعادل الايجابي بهدفين لكل فريق